السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استبعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي عددا من اللاعبين المهمين عن المعسكر الإعدادي المقبل استعدادا للمباراتين المقبلتين أمام الرأس الأخضر وديا ومنتخب جنوب إفريقيا. وتفاجأ الشارع الرياضي باستبعاد مجموعة من نجوم منتخب المغرب عن المعسكر المقبل لأسباب مختلفة، وهو ما جعل كثيرين يطرحون أسئلة عدة حول سبب استبعاد مجموعة من الأسماء التي تعتبر من ركائز أسود الأطلس. وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الركراكي نسق مع مواطنه عصام الشرعي مدرب المنتخب المغربي تحت 23 عاما ليقرر وضع لاعبين من أصحاب السن الأولمبي تحت إشارته استعدادا للمنافسات المرتقبة. ويتعلق الأمر بعبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس وشادي رياض وبنيامين بوشواري وابراهيم صلاح وأناس الزروري حتى يتمكن من الاعتماد عليهم في نهائيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما التي يحتضنها المغرب. شكرا على حسن المتابعة.